السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايب قلبي في قناتي وقناتكم روتينات بيوت منورة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. بصراحة لما شفت الفيديو بتاع الشاب ده مصطفى ده، ما قدرتش أسكت، ما قدرتش أستحمل المنظر. يعني حبيت ان انا اتكلم معاكم كده وافضفض معاكم. واولا بس هو كده عايزين يعني نعرف قصة الشاب ده ايه. الشاب ده هو بيقول في الفيديو، هو مصور نفسه بس مباشر، وبيقول في البث بتاعه ان هو مر بضغوط كتيرة الفترة الأخيرة، وان هو مش مسامح والده، وان هو والده هو اللي وصله لكده. وبيقول كمان ان هو راح البرج على اساس ان هو هينط من فوق برج القاهرة يعني، فمرضيوش يطلعوه لما لقوه لوحده. في اجراءات دلوقتي امنيه مشدده يعني على البرج من ساعه كذا مره انتحار من فوق البرج يعني لكذا شاب. فبقوا يعملوا يعني حاجات امنيه كده بحيث ان مفيش شاب يطلع لوحده يعني خالص في فوق البرج. فهو راح ما عرفش، فراح عند القلعه ونط من فوق سور القلعه. بحب اطمنكم بس كده، هو الحمد لله يعني الاخبار لحد دلوقتي ان هو عايش، ولكن طبعا هو في المستشفى. فندعي له كده ان ربنا يشفيه يا رب ويعفو عنه ويهديه ويصلح حاله ويرده الى دينه مردا جميلا، لان اللي عمله ده طبعا كبيرة من الكبائر. طبعا احنا يعني عايزين نتكلم في الموضوع ده من كذا نقطة. يعني اولا هوجه رسالة لكل أولياء الأمور، أو لكل الآباء والأمهات، وبما فيهم أنا. والله يعني أنا برضو أوقات بأس على أولادي، وأوقات بزعق فيهم، وأوقات يعني بتعصب زي أي أم، وزوجي برضو ساعات بيتعصب على الولاد وكده. ولكن يعني ساعات احنا فعلا بنكبر المواضيع قوي. يعني احنا من كتر الضغوط اللي حوالينا بنكبر الموضوع قوي، وبندي للمواضيع أكبر من حجمها. فالجيل اللي احنا بنربيه دلوقتي مش زي جيلنا، ومش هيتربى زي ما احنا اتربينا. إيه، انا عارفة انه غصب عننا. آه، الضغوط والمشاكل والفتن الكتير اللي حوالينا خلتنا بقينا خايفين عليهم قوي قوي. يعني انا كواحدة من الناس، انا ببقى خايفة على ولادي جدا جدا. بخاف ان انا يعني ما شدش عليهم مثلا فيضيعوا مني، بخاف اشد فيضيعوا برضو. فاهمين اللي هو انت في حيرة، انت مش عارفة، انت مش بتربي، انت بتحاربي. يعني بجد التربية في الزمن اللي احنا فيه بقت عبارة عن حرب. حرب. انت بتحاربي علشان تطلعي ذرية صالحة طيبة، بتعرف تاخد حقها وسط المجتمع ده، وفي نفس الوقت عندها قيم، عندها أخلاق، عندها مبادئ، عندها دين. في نفس الوقت متفوقة سواء دراسيا أو دينيا أو أخلاقيا. يعني بتحاولي إن انتي تعملي معادلة كده صعبة جدا في ظل الزمن اللي انتي فيه. مفيش أي حاجة مساعداكي. انتي بتحاربي قصاد تكنولوجيا جبارة، بتحاربي قصاد شارع كله فتن وقتل وذبح ومصايب سودة، بتحاربي قصاد اصحاب سوء، حاجات كتير قوي قوي قوي. انت عمالة تحاربي عشان تطلعي ولادك صالحين وحاجة كويسة، وفي نفس الوقت الحرب اللي قصادك يعني بتشد اكتر. فانا بنصح اولياء الامور، وبما بيهم يعني بما فيهم انا اولكم، ان احنا يعني ولادنا مش هيتربوا الا بالدعاء، الا بالقرب من الله سبحانه وتعالى قوي، بان احنا ندعي ربنا بكل ما اوتينا من قوة. يا رب احنا يعني توكلنا على الله في تربيتهم، توكلنا عليك يا رب في تربيتهم. احنا لا حول لنا ولا قوة في ظل الحرب اللي احنا فيها والفتن اللي حوالينا. عايزين ان احنا ن يعني نطلع ولادنا دول
كويسين ومش عارفين نعمل ايه. يعني احنا بنعمل كل اللي علينا على قد ما بنقدر ومش عارفين نعمل ايه تاني. فالحل يا رب في ايديك، يعني ربيهم لينا يا رب، يا رب يربيهم لينا. النصيحة التانية بقى بوجهها للشباب او معظم اللي بيقدموا على الانتحار، يعني مهما كنت او مهما كنت في ضغوط او في مشاكل او مريتي بضغوط صعبة جدا جدا جدا، فانتي مش هتكوني يعني يعني ما تتخيليش ان انت او انتي هتخرجي من المشاكل اللي انتي فيها دي هترتاحي. لأ، انت هتروح جهنم. انت هتطلع من نار بسيطة، نار الدنيا او عذاب الدنيا اللي هي اصلا ربنا قايل لنا عليها ان هي ابتلاء، وان احنا مش هنبقى منعمين فيها، وان هي هتبقى فيها حاجات كتير جدا صعبة هنعيشها لانها اختبار وابتلاء. وكلنا عارفين ان احنا في الدنيا في ابتلاء، احنا الدنيا نفسها ابتلاء. يعني انت هتخرج من ابتلاء صغير لابتلاء كبير جدا جدا. وده مش كلامي، ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ان اللي بيقتل نفسه عمد بيدخل النار خالدا مخلدا فيها، يعني ما بيطلعش منها ابدا. ده مش كلامي يا جماعة، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فليه اخسر دنيتي واخسر اخرتي واحرق قلب اهلي عليا ليه؟ يعني مهما كانت الضغوط اللي انت فيها هتتحل. ده ربنا سبحانه وتعالى قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وأقسم بيها مرتين في القرآن الكريم. فرجه قريب، فرجه قريب وانت في اختبار. ليه بنقطع ورقة الامتحان ونقول لربنا انا مش عاجبني الامتحان ده؟ ليه؟ يعني انا دلوقتي لو انا في امتحان ثانوية عامة والامتحان جه صعب، هقطع الورقة واقوم واقول لوزير التربية والتعليم انا مش عاجبني الامتحان اللي انت جايبه؟ ولله المثل الاعلى طبعا. ولا هحاول وهحل اللي اقدر عليه وهتوكل على الله وهقول يا رب انا عملت اللي عليا وخلاص وحليت، وفي ايدك انت نجاحي بقى. يعني نفس القصة احنا دلوقتي في الدنيا، كل واحد معاه ورقته، كل واحد في أسئلة صعبة بتعدي عليه وأسئلة سهلة وفي نعم كتير انت فيها. انت شاب او انتي شابة عندك صحة، روحي شوفي المستشفيات، روحوا شوفوا الناس اللي بتتعالج بالكيماوي، روحوا شوفوا الناس المرمية في المستشفيات. يعني يعني بجد يا جماعة احنا بنغفل عن النعم اللي حوالينا وباصين للنقم بس، او باصين للابتلاءات بس. لا، انت في نعم ومنعمة بحاجات كتير جدا وانت في نعم. فارجوكوا بلاش فكرة الانتحار اللي زادت عن اللازم دي. بلاش كل ما واحد يتحط في موقف ويتضغط عليه في مواقف او يحصل له كذا موقف كده صعب فيفكر في ان هو ينتحر. لا، ما تخسرش دنيتك واخرتك. يعني كفاية حاجة واحدة، كفاية الواحد بيخسر حاجة واحدة. ولكن احنا مش بنخسر والله. انت لو بصيت للموضوع هتلاقيه هو ابتلاء لفترة محددة. انا بقول لنفسي الكلام ده قبليكوا، بقول لنفسي الكلام ده وبذكر نفسي قبليكوا، لعل حد يشوف الفيديو ده او يسمعه فيغير يعني في تفكيره ولو حاجة صغيرة. يا جماعة احنا الدنيا ما هي الا دار ابتلاء، احنا في اختبار لازم نستحمل ونصبر. وربنا قال وبشر الصابرين، على قد الصبر على قد الجبر. هنتحط في ابتلاءات كتير وهنتحط في محن كتير. احنا مش احسن من الانبياء، احنا مش احسن من الصالحين. اشد الناس ابتلاء هم الانبياء ثم الصالحين. يعني 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 سيدنا محمد اتقال عليه ايه علشان يوصل لنا الرسالة؟ حصل له مشاكل قد ايه علشان يوصل لنا الرسالة؟ ومع ذلك ربنا قال له إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وبشر الصابرين إنا كفيناك المستهزئين. ربنا يا رب يردنا إليه ردا جميلا. يا جماعة بجد عايزة كل شاب وشابة يسمعوا الفيديو ده، يسمعوه لاخواتهم ويسمعوه لولادهم ويسمعوه لجيرانهم ويشاركيه لكل اللي تعرفيه.
علشان بجد احنا بقينا في زمن صعب قوي، وكل حد ما يحس ان هو تعبان ومخنوق يروح ينتحر. مش هو ده الحل، صدقني. مش هو ده الحل، صدقيني. مش هو ده الحل. بالعكس، انتي بتطلعي من حاجة صغيرة بتروحي لحاجة كبيرة. عايزين نرجع لربنا. عايزين نرجع لربنا. عايزين لما نحس ان احنا مخنوقين نتوضى ونصلي ونعيط لربنا ونقول له يا رب حل. يا رب الحل في ايدك يا رب. يا رب حل لنا المشكلة اللي احنا فيها. يا رب احنا تعبانين، محتاجين لك. يا رب احنا محتاجين لك يا رب. مفيش حد هيقف جنبينا غيرك. يا رب انت خالق السماوات والارض. فك الكرب. اللهم فرج هم المهمومين، وفرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين، وموتى الناس أجمعين. اللهم أمين يا رب العالمين. واصلح حالنا وحالكم وردنا إليه ردا جميلا. أنا أسفة أن أنا طلعت بالفيديو دوت. عارفة أن أنا طلعت فيه بطاقة سلبية على الناس، ولكن كان لازم أتكلم وكان لازم أقول، لأن الحالات كترت. كل شوية أشوف حد بينتحر، كل شوية أشوف فيديو حد بينتحر، حد بيحاول ينتحر. فيعني يا جماعة بالله عليكم رفقا بينا وبقلوبنا ويعني بجد رفقا يعني. أسأل الله لي ولكم الهداية وصلاح الحال، وأسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يهدنا ويهدي بنا ويجعلنا سببا لمن اهتدى. أنا مش عارفة أقول إيه، ولكن علشان الفيديو ما يطولش أكتر من كده، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.